السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي بقيتوا هاد الساعه بخير؟ كي دايره صحيحتكم؟ كنتمنى ان شاء الله باذن الله يلقاكم هاد الفيديو بسلام الصحه والعافيه، احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. بالنسبه ان شاء الله للفيديو هذا ديال اليوم، كيف ما كتشوفوا معايا هادو انواع العلف اللي كنعطيه للدجاجات ديالي، جميع الدواجن كيف ما كان دجاج، بيبي، قنيه. فكرت ان شاء الله باذن الله ندير معكم هذا الفيديو هذا، نتكلم لكم شويه على الانواع المختلفه ديال هذا العلف. هذا العلف مشكل، عرفتوا ملي كيتخلط كيعطي واحد الفائده مخيره، عنده واحد القيمه كبيره، احسن ما تعطيوهم يعني غير ماكله وحده. بالنسبه لهاد الخنشه كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما، هذا هو السكالين. بالنسبه للسكالين كاين بزاف ديال انواع السكالين، هذا كيتسمى السكالين ديال الديماراج 14، هو هذا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الخليط ديال العلف مركز، واحد القيمه كياكلها جميع الدواجن، الفلو الصغير مع الفلاس المتوسطين، الدجاجه مثلا، الفرارج، بيبي، حتى قنيه كتاكل هاد السكالين المختار هذا. انا كنت ما قبل كندير هاد السكالين بوحده، كنت كندير هذا ما يسمى بسكالين انعام كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، ولكن بحكم الخنشه كتقام شويه غاليه، كتقام تقريبا بشي 250 درهم الخنشه، فيه 50 كيلو، هي دغيا كتسالي. فكرت ان شاء الله مثلا ديك 250 درهم نشري بها هاد العلف المختلف، نجي شويه من هنا وشويه من هذا وشويه من هذا حتى نجمع لهم واحد العلف مركز حتى قيمته مزيانه بالنسبه للدواجن. هذه عندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الذره. بعد ما كنشريها كتسرس في الماكينه على هذا الشكل هذا، لقيت بقات صاينه، الحبه ديالها كبيره، ماشي كلشي غادي ياكلها، من غير بيبي ولا يقدر ياكلها. بالنسبه للدجاج الصغير ولا مثلا الدجاج المتوسط ولا الدجاجات بصفه عامه، الدجاجات قنيه حتى هي ما غاديش تقدر تاكلها، وانما الحبه الكبيره ديال هاد الذره هذه كياكلها بيبي. لهذا كنديرها بحال هاد الشكل، كنهرسوها كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. هنا عندي هذا حتى هو الشعير، هذا راه الشعير ديال البلاد ديالنا كما كتشوفوا معايا، حتى هو راه مهرس في الطاحونه على هذا الشكل. هانتوما راه ماشي كما كتشوفوا الحبه راه صاينه، الحبه راه مهرسه، يعني هذا راه كيتسمى مشرد في الطاحونه. كناخذ هذا الشعير هذا مع هاد السكالين كيف ما قلت لكم، كندير واحد الخليط بين هاد المجموعه هذه، كتعطيني واحد العلف قيمته كبيره بالنسبه للدجاج، كيصحى عليه الدجاج، كيبقى يبيض بزاف. هنا عندي فهاد الخنشه الا لاحظتوا تمعنتو مزيان في الصوره، هذه نخاله، شوفوا كيفاش دايره، نخاله بيضه، وهذه عندي هنا نخاله حمراء كيف ما كتشوفوا في الصوره. نتوما الفرق بين هذه وبين هذه نخاله روميه، هذه ديال الطحين ديال الدار. هاد النخاله الحمراء ديك كنشريوها. عاود هنا عندي شويه ديال الذره، هذا كيتسمى حتى هو واحد النوع ثالث ديال السكالين.
كما شفتوا معايا هنا، هذه الحبه ديالهم متوسطه. هذا سيكاليم، وهذا السيكاليم حتى هو، وهذا حتى هو السيكاليم. اذا هذا السيكاليم هذا رقيق يتسمى ديال الديماراج. كنعطيو الفلوس تقريبا مده شهر ملي راه كيفقس من عند الدجاجه. من بعد كنبقى نعطيو هذا السيكاليم هذا حبه شويه ديالو غليظه، ماشي بحال الاول، حيت هاد الحبه هاد الغليظه ما يقدرش ياكل الفلوس في الاول، كتجيه كبيره. كنعطيو السيكاليم ديال الديماراج. هذا كيصلح، هاد السيكاليم هذا لكل شيء، الكتيبه بصفه عامه، يعني الشياه، البقار، الدواجن كلها. تا هو التكوين ديالو واحد الخليط ديال هاد المكونات كامله، بعد ما كيقوموا بعمليه التجفيف ديالها وكتصنع لهذا الشكل هذا. دابا شنو كندير؟ كناخذ هاد الكميه كامله من هاد النخاله، هاد الروميه مع هاد البلديه مع هاد السيكاليم كامل مع هاد السيكاليم حتى هو كبير كيف ما قلت لكم ديال الانعام، مع الذره مع الشعير حتى هو مهرس، مع هاد السيكاليم الصغير حتى هو. كنخلط كلشي كما كتشوفوا معايا، وكندير حقه الخبز. بالنسبه للخبز يابس حتى هو كنشريه، ما حاطاش معايا هنا مع الخناشي، حقاش دايراه برا في الخناشي قبل الشمس باش دائما يبقى يابس ما يغملش. بالنسبه للخبز كنشدو كنهرسو هكا بشي مطرقه، بحكم انه يابس دغيا كيدكدك دغيا كيتهرس. وكندير هاد المكونات كامله، كندير هاد المكونات كامله شويه شويه من الحاجه. تقريبا نقدر نديرها كانت خنشه ديال النخاله كامله، خنشه مع الذره 10 كيلو ديال الذره، 10 كيلو ديال السيكاليم هذا كما كتشوفوا. بالنسبه للشعير تقريبا نقدر ندير يعني خنشه ديال النخاله كتجي معها خنشه، نص خنشه ديال الشعير. هاد السيكاليم تقريبا نقدر ندير معاه ماشي خنشه كامله لحقاش هو مجهد في الماكله ديالو، نقدر ندير ثلث ديال الخنشه، غير ثلث فقط. كنخلط كلشي. الخبز تقريبا كنبقى ندقوها كل وقيته، نقدر ندقو تقريبا ندقو ديك 4 كيلو 5 كيلو ديال الخبز، حتى كتولي هي على شكل طحين اللي كيعطيني في الاخر كما كتشوفوا معايا في هذا السطل هذا. هذا الخليط بحال ما هكا، ها نتوما. اذا هنا عندي كلشي كما كتشوفوا نتوما، كاين النخاله البيضاء، النخاله الحمراء مع الشعير مع السيكاليم هذا الكبير هذا. عاد داك السيكاليم الصغير نفس الصور ما يبان لكمش بحكم انه صغير، وملي تخلط مابقاش كيبان مزيان. كيعطيني هذا المزيج هذا، يعني عندي هكا في الصباح مقياس هذا السطل كامل تقريبا كنحط لهم في الصباح النص او اكثر من نص ديال السطل، كيبقى هذا القياس هذا في العشيه كنحطو لهم. عندي يوميا تقريبا هذا السطل عامر. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، بغيت نشارك معكم ان شاء الله هذا العلف المختلف، العلف المشكل، باش تعرفوا تقريبا القياس ديال كل حاجه، شحال نديرو مثلا هذه مع هذه، شحال تقريبا الكميه ديالها، باش كتعطينا ان شاء الله واحد العلف ممتاز بالنسبه للدواجن، ذو قيمه عاليه اللي كتشبع الدواجن بواحد النسبه مزيانه. اذا دابا عندي انا هذا كيف ما قلت لكم كنعطيه كلشي اللي كنخلطو صافي، كنديه للدجاج، نديه الفلال الصغار، نديه للبيبي حتى هو اللي عندي، البيبيات كنديه. عندي قنيه، هذا هو الروتين عندي كل صباح على هذا الشكل هذا. كيجيني هذاك لهاد البيت الخزين كناخذ شويه شويه من الحاجه صافي، كندير هكا في السطوك، نمشي نفرغ هكا على الدواجن ديالي.
هذا بالنسبة كان، وكنشكركم كما العادة جزيل الشكر على المتابعة ديالكم. متمنيتي دائما بالمزيد في المشاهدة والبارطاج والتشجيعات ديالكم كالمعتاد لكي تعم الفائدة وتنجح قناتي إن شاء الله بإذن الله. وشكرا، إلى فيديو آخر.